رئيس نادي الزمالك بعد ماتش الداخلية طلع بيقولوا في 2 لعيبة عنده ما عندهمش كورونا، دول لعيبة محششة. فالكلام ده لو طلع صحيح اتمنى ان ال2 لعيبة دول يشتكوا للفيفا ويفسخوا عقدهم من نادي الزمالك. لان رئيس نادي الزمالك طبعا لو طلع كلامه في شنك زي ما هو كل كلامه طبعا في شنك، وكل كلامه كذب وكل كلامه تضليل. اتمنى ان اللعيبه دي ما تسكتش عن حقها، واتمنى اللعيبه دول ما يطلعوش بكره يطلعوا في فيديو ويقولوا احنا اسفين يا سياده المستشار واسفين وخلاص وعرفنا غلطنا، ويرجعوا تاني يتدربوا ويلعبوا مع نادي الزمالك. طبعا من وجهة نظري انا الشخصيه، رئيس نادي الزمالك بيغلوش على مصيبه عنده او بيغلوش على حاجه. طبعا كلنا سمعنا ان فتوح قال ده امير بيسهر فين وبيعمل ايه. في مصيبه في نادي الزمالك، في مصيبه عنده في الفرقه، هو طالع يغلوش على ال2 لعيبه دول. اتمنى انه الحوار ما يخلص زي ما كل شويه بيخلص، انه يجيب ال2 اللعيبه ويقول لهم، واللعيبه تطلع في فيديو على قناته وعلى اليوتيوب يقول لك احنا خلاص اعتذرنا للسياده المنتشر، وده اب وروحي والكلام ده كله. ما هنشوف ايه اللي هيحصل الايام اللي جايه دي ان شاء الله. سلام عليكم.